تفقد مالك، قد تفقد زوجتك، قد تفقد أولادك، قد تفقد الدنيا بأسرها، لكن إن ربحت الدين فأنت الرابح. أما إن خسرت دينك فقد خسرت كل شيء. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفوز الأكبر حينما تضع رجلك عند باب الجنة، إذا دخلتها نسيت همومك وأحزانك، نسيت المصائب والبلايا والشرور والفتن. أنت الآن في جنة الله عز وجل، تتنعم فيها، تسعد فيها، تلقى الأحبة محمدا وحزبه، تلقى الأنبياء والمرسلين، تشاهد رب العالمين في كل يوم مرتين في الصباح وفي المساء، يحاضرك محاضرة، يقول أي عبدي أتذكر ذنب كذا في يوم كذا في مكان كذا، فتقول أي ربي أذكر، ألم تغفر لي؟ فيقول الله بلى، بمغفرتي ورحمتي أدخلتك جنتي. أي نعيم أعظم من هذا النعيم حينما ترى وجه ربك جل جلاله إذا نادى أهل الجنة في ذلك اليوم العظيم، يوم المزيد، يوم الجمعة، سلم عليهم تبارك وتعالى وبينه وبينهم الحجاب، وقد اجتمع أهل الجنة جميعا رجالهم ونساؤهم، ولم يغادر الداعي منهم أحدا، إذا بهم يسمعون صوت الذي لا يشبهه شيء. الله الله أعظم ما نطقت به الأفواه. يا أهل الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يسمعون هذا النداء. يا أهل الجنة السلام عليكم، السلام عليكم. فلا يجدون جوابا أحسن من أن يقولوا اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. عندها يقول الله جل وعلا يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون أي ربنا وماذا نريد؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تزحزحنا عن النار؟ كل شيء لنا في الجنة، لا بؤس ولا هم ولا أحزان ولا مصائب، يأتيهم رزقهم فيها بكرة وعشية، حياة سرمدية ونعيم مقيم وسرور وحبور لا ينقضي ولا ينتهي، ينعمون ولا يبأسون، يشبون ولا يهرمون، يصحون ولا يسقمون. أي ربنا وماذا نريد؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ فيقول الله جل وعلا بلى، ولكن هذا يوم المزيد، فسلوني. اطلبوا، أنتم تطلبون أكرم كريم، وتسألون أعظم عظيم، وتسألون من يده سحاء الليل والنهار لم تغضها نفقة منذ أن خلق السماوات والأرض. هذا يوم المزيد، فسلوني. فيجتمعون على كلمة واحدة وأمنية واحدة، هي الأمنية التي طالما سألوا ربهم في الدنيا إياها، طالما عفروا جباههم في الأرض يسألونه إياها، الأمنية العظمى والجائزة الكبرى والهدية التي لا توازيها هدية والنعيم الذي لا يوازيه نعيم، إنه رؤية الله جل جلاله. فيقولون أي ربنا أرنا وجهك ننظر إليك، وجهك يا رب، هذا الوجه العظيم الذي أشرقت لنوره السماوات والأرض، هذا الذي نريد يا ربنا، متع أبصارنا بالنظر إلى وجهك. يقول صلى الله عليه وسلم فيكشف الله الحجاب عن وجهه. الله أكبر، إن على وجه ربنا حجابا قد جعله عز وجل، لأنه لولا هذا الحجاب لاحترقت جميع مخلوقاته من سبحات نور وجهه الكريم. قال عليه الصلاة والسلام فيزيل الله الحجاب عن وجهه فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله قدر ألا يحترقوا لاحترقوا جميعا. هنيئا لك يا عبد الله حينما يغشاك نور وجه الله جل جلاله،
أي وجه سيكون وجهك عندئذ، وأي حال سيكون حالك. كأني أنظر إليك في ذلك المقام وقد أشرق وجهك وابتسمت ابتسامة الرضا والسرور، وأنت تنظر إلى وجه الله الذي لا يشبهه شيء، إلى وجه الله الكريم الذي طالما سجدت في الدنيا بين يديه، طالما دعوته، طالما تضرعت بين يديه، طالما سألته أن يعتقك من النار وأن يدخلك الجنة. إنه الله الأجل الأعظم، الله الذي لا يشبهه شيء. أنت الآن تنظر إليه. هل تخيلت ذلك يا عبد الله؟ هل تخيلت ذلك يا عمة الله وأنت تنظرين إلى وجه الكريم جل جلاله في الجنة؟ اللهم اجعلنا ممن يمتع بالنظر إلى وجهك. أسأل الله أن لا يحرمني وإياكم من واسع فضله.